السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل معاكم ما شاء الله الغريبة. دايبة كده دوب ما شاء الله، وطالعة بقى روعة كده زي ما انتم شايفين. كل سنة بقى وانتم طيبين. نبدأ بقى ان شاء الله كده نعمل معاكم ايه حاجة العيد. تحفة كده زي ما انتم شايفين. بتمنى بقى الوصفة تعجبكم. ندخل بقى على الطريقة على طول. دي المكونات بتاعتنا: نص كوباية سكر، دي كوباية سمنة ساقعة، كوبايتين دقيق، وعليهم ايه ذرة ملح. دي كل مكونات الغريبة. هي بتبقى 2 و1 ونص، يعني كوبايتين دقيق، كوباية سمنة، نص كوباية سكر. الزبدة ما بتتعملش، الغريبة ما بتتعملش بزبدة، لازم تبقى سمنة. وانا كنت حطاها في التلاجة يعني ايه ساقعة. هنضربها بقى كده شوية بالمضرب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نضربها كده حوالي ايه 5 دقايق كده ولا حاجة، لحد ما اللون هيفتحها كده وتتضاعف معانا. وبعد كده بقى هننزل عليها بالسكر. نص كوباية سكر بودرة، ما انا نخلاها يعني، عشان لو فيها ساعات بيبقى فيه شوية سكر كده ايه محببين كده، نطلعهم منها. قلب شوية بس كده عشان ما نبهدلش الدنيا. وبعد كده بقى نشغل المضرب. نضربها بقى لحد ما نلاقيها ايه هشت معانا كده زي الكريمة، لحد ما تبقى كريمية كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى خلاص هنشيل بقى المضرب ونضيف بقى الايه الدقيق. هنضيف بقى الدقيق شوية بشوية كده ونقلب كده بايدينا بالراحة، لحد ما العجينة بقى ايه تلم معانا. ممكن ما تاخدش كمية الدقيق كلها، وممكن نزود معلقة او 2 حسب بقى ايه نوع الدقيق. بس اهم حاجة ان احنا ما نزودش الدقيق كله مرة واحدة وترجع نلاقي العجينة ايه نشفت مننا، ما نعرفش بقى نزود سمنة. بس هي كوباية السمنة خدت الكوبايتين الدقيق كلهم. بس احنا لازم بقى نعمل كده عشان ايه كل واحد بقى حسب نوع الدقيق بتاعه. طبعا ما بنعجنش برضو، بنلمها بس كده. هنكملها بقى انا ونرجع لكم. هنا بقى العجينة ما شاء الله بعد ما خلاص لميتها انا. هنوريها لكم كمان زي ما قلت لكم بايديا كمان النظيفة، عشان ما تلاقوهاش بتلزق في الايد اللي فيها عجين تقولوا ده عايزة دقيق. طول ما ايدك فيها عجين هتلاقيها بتلزق. ما شاء الله ما شققتش. يبقى كده العجينة ايه مظبوطة. انا حطيتها بس حوالي ربع ساعة في التلاجة، وبعد كده بقى نطلع نشكل على طول. هنعملها بقى كور صغيرة كده، مش هنكبرها، وايه ونسويها بس كده ونحطها في الصينية على طول. طبعا الصينية مش هندهنها اي حاجة، لان الغريبة يعني ما شاء الله فيها كمية سمنة كبيرة. هنا بقى زي ما انتم شايفين بقى التشكيل، يعني ما بنفردهاش، لان هي لما بتدخل الفرن بتفرد شوية. ما شاء الله العجينة متماسكة وحلوة، لكن لازم تريحوها شوية في التلاجة، حوالي كده ايه ربع ساعة و10 دقايق. لو الجو يعني خالص برد مش هتحتاج. هنكمل بقى كل الكمية ونرجع لكم. هنا بقى بعد ما خلصت الكمية بتاعتي،
هنزينها بقى التزيين طبعا زي ما قلت لكم ايه ده، كل حاجه ترجع لكم يعني. انا كان عندي شويه مكسرات كده هنزين يعني بيها، كان عندي شويه لوز وبندق، وجبت اللول اللي هو الفضي ده نزين بيه برضو اللي هو الصغير ده. وممكن تستنى ساده كده عادي يعني. طبعا الصينيه بقى اللي بنخلصها ونجهزها كده بندخلها برضو التلاجة، يعني دي هندخلها التلاجة لمدة برضو ايه 10 دقايق كده، ونطلعها بقى ندخلها على الفرن على طول. الفرن طبعا درجة حرارة 150. كانت بتاخد معايا حوالي 12 دقيقة، انا كنت ظابطة التايمر على 12 دقيقة، لانه الغريبة ما بتاخدش وقت وما بتاخدش لون اصلا. هنا بقى ما شاء الله بعد ما طلعتها من الفرن نفس اللون، يعني انتوا شايفينها كمان نفس اللون. وسبتها بقى بردت خالص، لان ما ينفعش بقى نمسكها غير لما تبرد خالص عشان ما تطبعش كده في ايدينا. زي ما انتوا شايفينها ما شاء الله مش واخده اي لون خالص من تحت. ونوريها لكم بقى كمان ما شاء الله دايبه خالص. هنقدمها بقى معاكم في طبق التقديم. هنا بقى ما شاء الله بعد ما خلصت بقى كل حطيتها بقى يعني كلها في طبق التقديم كده زي ما انتوا شايفين، طالعه ما شاء الله تحفه خالص. حبيت اوريها لكم كده من قريب. اتمنى بقى ان شاء الله يا حبايبي الوصفه تعجبكم وتجربوها. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.